بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الحديث عن منتخباتنا العربية والحديث عن البطل العربي الثاني لبطولة إفريقيا، المنتخب السوداني الذي لم يتأهل لهذه البطولة لهذا العام. تأسس عام 1956. المباراة الدولية الأولى مع منتخب أثيوبيا بتاريخ 13/5/1956 وانتهت بفوز السودان 5-1. الهداف التاريخي للمنتخب ناصر الدين عباس برصيد 27 هدف. أكثر لاعب مشاركة مع المنتخب هيثم مصطفى برصيد 99 مباراة. أكبر فوز على منتخب مسقط وعمان 15-0 بتاريخ 2/9/1965. أكبر هزيمة من منتخب كوريا 8-0 بتاريخ 10/9/1979. قليل من الإنجازات: كأس الأفريقية مرة ووصيف مرتين. كأس سكافا أقدم بطولة في إفريقيا، وهي بطولة لوسط وشرق القارة تقام كل عام 3 مرات وثلاث مرات وصافة. كأس العرب لم يتجاوز دور المجموعات. دورة الألعاب العربية وصيف مرة. كأس العالم لم يتأهل له قط. أما عن تاريخه بكأس الأفريقية، كان من المؤسسين للبطولة الأولى، وكانت في ضيافته عام 1957، وكان حاضرا في الوصافة بعدها في بطولتي 59 و63، وتعود البطولة في ضيافته مرة أخرى عام 1970. كان في مجموعة من ساحل العاج والكاميرون وأثيوبيا، يفوز على الكاميرون وأثيوبيا ويهزم من ساحل العاج، ليصعد ثاني المجموعة ليواجه مصر ويفوز عليها 2-1، ليواجه المنتخب السوداني في النهائي غانا ويفوز عليها 1-0، ليعود بثالث كأس للعرب في بطولة الأفريقية، ولكنه ابتعد بعد ذلك عن النهائي. نتمنى للمنتخب السوداني العودة وتحقيق الإنجازات مرة أخرى.